حبيبنا خالد النهارده بعد ما صلينا المغرب سألني سؤال بيدار بينهم في الشغل، وربنا يعينهم على الحلال يا رب. بيقول: هل النبي كان بيقرا ويكتب؟ ده السؤال يا شيخ خالد. أيوة. سؤالك كان ايه بقى؟ كان النبي الأمي كان يقرأ ويكتب ولا كان لا يقرأ ولا يكتب؟ طبعا ده سؤال ممكن يحير بعض الناس يا جماعه. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا ويكتب قبل الدعوه؟ وهل النبي مات وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ وطب الأدلة إيه؟ أول حاجة هنصلي على سيدنا رسول الله ونحمد ربنا سبحانه وتعالى. والنهارده قبل ما نصور الحلقة رجعت تفسير القرطبي ورجعنا هذه الآيات. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان موصوف في التوراة يعني والإنجيل عند اليهود وعند النصارى أنه النبي الأمي. وعندنا الآية 157 سورة الأعراف، والآية 158 بتقول، الآية 157 الأعراف بيقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى هنا كان وصفه في التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى السابقين إن النبي اللي هيجي في آخر الزمان لا بيقرأ ولا يكتب. طبعا كان في قراءة وكتابة، لكن سيدنا رسول الله وصفه أنه كان لا يقرأ ولا يكتب. وفعلا النبي في قريش لم يتعلم القراءة ولا الكتابة صلى الله عليه وسلم. دي الآية كام ديت؟ 157. نروح لآية 158 بتقول في بعدها: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. يبقى الموضوع مش موضوع كتابة. ما في ناس دكاترة هيخشوا النار، وفي ناس ما عندهمش أي كتابة هيخش الفردوس الأعلى. فالله يأمرنا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى سورة الأعراف 157 158 بتبين لنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان الامم السابقة زي اليهود والنصارى كانوا عارفين ان هيظهر في اخر الزمان نبي من العرب لا يقرأ ولا يكتب. وفعلا جه سيدنا رسول الله لم يكن يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. في عندنا برضو آية تانية، الآية 48 سورة العنكبوت، خلي بالك من الآيات، بتكلم عن سيدنا رسول الله، بتقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. انت ما كنتش بتقرأ قبل كده صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لا كنت بتكتب بتقرأ ولا كنت بتكتب. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت بتقرأ وتكتب قبل كده كنت زمان اقول هو شم من اليهود، هو شم من النصارى، هو تعلم منهم من اخبار العرب والاساطير. فالقرآن بيثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لو كان كده كان هيبقى فيه شويه شك اذا لارتاب المبطلون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم القول الراجح في المسألة بعد مراجعة تفسير القرطبي بيقول حتى الاحاديث احاديث ضعيفه في موضوع النبي كان بيقرا في اخر الزمان. لا، الاحاديث فعلا الصحيحه في فتح مكه او قبل فتح مكه في صلح الحديبيه. احنا فاكرين لما النبي عمل صلح الحديبيه وبعدين كان سيدنا علي بيكتب، فالنبي بيملي سيدنا رسول الله، النبي مليه وسيدنا علي بيكتب رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا رسول الله قال لسيدنا علي: اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع قريش. فقام الكفار قالوا: عندك ما تكتبش محمد رسول الله، لان احنا لو احنا كنا عارفين ان انت رسول الله ما قتلناك وما كناش حاربناك، فلابد تشيلها. فشوف بقى تواضع سيدنا رسول الله، قال لسيدنا علي: هي فين؟ وريني هي فين. فقال له: اهي. طبعا سيدنا رسول الله قال لسيدنا علي: امسحها. فقال: والله لا امحوها، ازاي نمحي محمد رسول الله؟ فقال له: طب وريني هي فين، شاور لي عليها فين. وهذا الموقف يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لحد سنة 6 هجريا في فتح مكة في فتح صلح الحديبية لم يكن يكتب ولا يقرأ. فقال له: هي فين؟ فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اكتب من جديد هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله مع قريش. فده معنى الموضوع مش موضوع قرايه وكتابه، والا كان الدكاتره الخمرجيه بتوع كذا كذا هيخش الفردوس الاعلى، وكان عامل القمامه اللي على جده اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب هيخش النار. الموضوع العبره بيه زي ما القران قال: الذي يؤمن بالله. انت مسلم لو وصلت لمرحله الايمان
الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب، وهذه قضية محسومة، لكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ربنا يفقهنا في ديننا. وأنا بكون سعيد بصراحة لما لاقي عمال التجريم في الأرض بيتكلموا في قضايا إسلامية هم شغالين، والناس اللي بيعزجوا السوداني والسواقين في العربيات. يبقى كده مجتمع مسلم دائما بيحول شغلنا إلى مجالس علم، زي النبي ما قال صلى الله عليه وسلم: تحف الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. اللهم ارزقنا شفاعة النبي، وارزقنا فقها في ديننا وفهما في قرآننا. لا تنسونا وتنسى أخونا خالد من صالح دعائكم، وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك يا شيخ عبد المنعم. شكرا يا خلود.